أهلا بكل حبايبي الموكوسين اللي لسوء حظهم لسه عايشين، وعشان حظهم هباب عايشين في المنطقة المنكوبة دي من الكوكب. النهاردة جايب لكم أخبار من الآخر، عجب العجاب. طالما جبنا سيرة العجب يبقى هنتكلم عن أم العجائب، مصر الموكوسة. انتظرونا بعد الفاصل. عدنا إليكم، لأن زي ما انتم عارفين مفيش فاصل أساسا، ولا في إعلانات ولا في هدايا. أنا اللي برفع من معنويات نفسي. هذا وإليكم الأخبار بالتفصيل، حيث يستمر الصب في مصلحة المواطن، وأكيد أنت حاسس، حيث بدأ تطبيق الأسعار الجديدة للكهرباء. يعني إيه الكلام ده؟ يعني العداد اللي كنت بتسحن الكارت ب100 يديك 70، دلوقتي تسحن ب100 يديك فيها، وتلاقي العداد واقف لك كده وبيتقصع وبيطلع لسانه ويقول لك راحت فلوسك، ليك سوق في حاجة ويا ريتها جت على قد كده. حيث أعلن السيد بلبولي إن من نص الشهر هيرجع لتخفيف الأحمال. حتى أنتم مش قلتولنا يا نزود الأسعار يا نخفف الأحمال؟ فزودتوا الأسعار عشان ما تخففوش الأحمال، دلوقتي بعد ما زودتوا الأسعار جايين تخففوا الأحمال؟ صحيح كلام عيال، ويا ريتها جت على قد كده. أبا زيد الساحر في يوم كده هو بيسأل لا سمح الله الشعب لسه عايش؟ قالوا له اه لسه عايش. قال يبقى خلاص بقى لازم نقفل الحنفيه شويه، طلعوا لي 100 مليون من بره التموين، واصدر قرار ان اللي عنده تكييف يطلع بره التموين. ايوه، ما تجيبش تكييف، خليك كده في الحر بعرقك بتلزيقك بريحتك بقذرتك. ابو زيزي عايزك كده. ليه ظلم؟ لا يا ابني، لا يا ابني ما تظلمش، الظلم ظلمات، ما تظلمش. ابو زيزي بيحبك، بس بيحبك حب حقيقي. عارف يعني ايه الحب الحقيقي؟ ان يحبك كده زي ما انت، بعبلك بريحتك بعرقك بتلزيقك بقذرتك، تصده بقى. هو رومانسي، سيبك من شكله الخارجي كده، شكل الخريه لما نسيت في الشمس، لا، انما من جوه لا. كاظم الساهر في نفسه رومانسي زي ما بقول لك كده، اسمع مني، هو رومانسي وبيحبك. انت صديته بقى، هو عايزك بعرقك، قلت له لا انا مش عايز حبك. طب خلاص بقى اطلع بره، يلا مع السلامه، خد الباب في ايدك، يلا مع السلامه. وكان قاعد كده في فتره كده هو في الجروبات، لقى جروبات غريبه جدا، اميره باحساسي وفخوره بالباسي، والشعب داخل في الجروبات دي، وخصوصا جروب ام بطه صاحبه اكبر صنطه. قال ايه ده؟ ايه ده؟ هتقول ام بطه؟ اه، اقفلوا لي الانترنت، كل واحد عنده انترنت ارموه بره التموين، مع السلامه. معلش ما انت مضيع صحتك كلها في قاعد في الجروبات بقى، اميره باحساسي وفخوره بالباسي. لا، عندك صحه سد حيلك وانزل اشحت زي بقيه اخواتك. معلش، اي واحد عنده انترنت يطلع بره التموين. مش بس كده، بيفكر ان يوزع مخبر لكل مواطن، كل يوم خميس هتلاقي المخبر يخبط عليك ويخش يبات معاكم. ليه بقى؟ اي واحد يبوس مراته يطلع بره التموين. ليه بتبوس؟ يعني عندك صحة يبقى سد حيلك، انزل واسحب زي بقية اخواتك، ما تضيعش يا ابني صحتك في البوس. مصمم تبوس؟ اطلع بره التموين. معلش، لا تموين مع البوس، ده عدل ربنا. اباضيتي قالها لكم زمان، ببلاش ما يعرفوش، ما عندوش حاجه ببلاش. البوس اللي هتبوسه ده تحاسب عليه طول بره التموين. احكي لك انا، ابا زيزي ده قدوه اصله. انا احكي لك في شبابه، اول ما اتجوز اما نصره في ليله الدخله كده قالت له سعبته هات بوسه، قال لها هتدفعي كام؟ ببلاش انا ما اعرفوش، انما هتدفعي هوريك اللي عمرك ما شفتيه. لغايه دلوقتي نفسي اعرف ايه اللي عمرها ما شافته، ايه اللي عمر حد ما شافه. يعني مثلا الراجل ده ب3 اخرام مثلا، ولا ايه اللي عمرنا ما شفناه لما ندفع؟ مش مشكله، بس ببلاش ما عندوش حاجه ببلاش. هتبوس؟ اطلع بره التموين. وبدأت تظهر كرامات للأباظيزي، هيبقى ولي من أولياء الله الصالحين. صدقني أباظيزي ده ولي من أولياء الله الصالحين، حيث أزال بعض من المقابر الإسلامية الأثرية عشان يعمل طريق لغاية سينا. ليه؟ عشان ولاد عمك يخسوا، وبكده يبقى ولي من أولياء الله الصالحين. فإذا كان الله سق البحر عشان يغوروا بره مصر،
أباظيزي أزال المقابر وسق طريق عشان يرجعهم مصر. ولي من أولياء الله الصالحين ولا مش ولي من أولياء الصالحين؟ حد يسألني أمواتنا، أيوة هو طلع 200 أهلك ورماهم بره، بنقول لك خلاص أنت خدها من قصرها يا ابني. ليه التكلفة؟ ليه أبوك يموت وأنت تفضل تدور على تربة وتدفنه وتعمله؟ خلاص خلاص دلوقتي أبوك يعني لو عزيز عليك لفه كده، هو تلفت هدايا وروح ارميه في اقرب زباله. انما اقول لك على نصيحه بقى تكسب منها، بيعوا لبتوع الحواوشي. اسمع مني، اسمع مني تكسب ثواب. وابوك ده لو اعماله كويسه هتلاقيه يدوب في البق كده وسندوتشات نار، وانت ماشي بتاع الحواوشي هيديك سندوتشين تاكل انت وعيالك وتدعي لابوك بالرحمه. وفي الاخر طلع علينا الاباظيزي رايح معرض طيران ما تعرفش ليه، وكان شكله غريب، شكله غريب، والناس كده قلبها تواغ ويسال بسم الله ما شاء الله، مرسوم على وشه علامات الموت، يا رب هانت ولا هتدب فيه الروح. بس ظهر في المعرض كده وكانه تايه. نحكي لكم الحكايه، هو ما كانش رايح المعرض، اما انتظار كانت بعتاه يجيب الغدا، فكان نازل رايح كارفور. السواق نزله بالغلط على المعرض، فدخل عمال يسأل يا جماعة هو فين قسم الألبان، هو فين قسم الألبان، زقوه كده. إنما الحمد لله صحته تمام، هو بس يرجع من التوهة ديت وهياخد كلمتين كده في جنابه من أما انتظار عشان يتأخر في إنه يجيب الغدا. وفي ناس كتير، ناس كتير بتسأل وتقول هو الجيش بتاعنا راح الصومال ليه؟ احكي لك انا ان احنا الحمد لله عندنا فائض انتاج من الكحك والبسكوت والمخازن اتملت الحمد لله. طب نعمل ايه؟ وديناهم بقى يخبزوا ويعجنوا في الصومال. اوعى تكون مفكر ان ده عشان سد النهضه، لا 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 لا، ما يقدرش يقرب لسد النهضه. ليه بقى؟ لو كان يقدر كان راح قال لاحمد، اللي هو معرفش ليه بيحترمه وبيفضل يقول له ابي احمد ابي احمد، كسر عينه تقريبا حاجه زي كده، كان يقطع الورقه اللي ما بينهم. في ناس بتقول اللي وقع عليه الاباظيزي ده كان عقد عرفي بينه وبين ابي احمد، عقد عرفي، معلش يبقى فيها خراب بيوت يعني كده، هو اي حركه هيعملها ابي احمد هيقول له انت طالب، معلش. طب الغي الاتفاق، الغي الاتفاق، يبقى انتوا عايزين خرابين بيوت؟ سد نهضة ايه اللي هيروح يضربه؟ ها؟ سد نهضة ايه اللي هيروح يضربه؟ دول كاتبين ورق عرفي بينهم وبين بعض، كاتبين ورق عرفي يا ناس. لما يقطعوا الورق الاول واباظيزي يوفي العده بتاعته ساعتها نبقى نتكلم في سد النهضة. ثبت خناقه كبيره قوي ما بين السيده الاولى الام انتظار والاباظيزي. يعني قالت له انت عيد وبترجع في كلامك ليه بقى؟ لانه مر بوعكه صحيه كده والشعب كله كان قاعد يدعي. هي استغلت الفرصه وراحت جابت فستانين اسود كده عشان العزا، يعني مترصعين بالالماظ. صحوا بقى زي القرد وراح يجيب بالغدا من كارفور ودخل معرض الطيران بالغلط. قالت له هو كلام عيال؟ بص طلاق 3، انا هلبس الفستان الاسود يعني هلبس الفستان الاسود. اتصرف اتصرف، هي مش فلوس حرام، دي فلوس سارقينها بعرق جبيننا، ده فستان مطرز بالالماظ، هلبس الفستان الاسود، هلبس الفستان الاسود. وربك كريم، ربك كريم يا منتظر، ان شاء الله عن قريب تلبسي الفستان الاسود. ولما سئل اباظيزي ايه اللي خلى صحته ترجع له، قال لك وانا عيان حلمت حلم غريب جدا. قال لي ان انا دخلت كده في جهنم، وانا قاعد في جهنم وناعمها اتقابلت مع الزملاء بقى فرعون والنمرود وابو جهل وابو لهب، ولقيتهم سايرين وقالوا لي مش تتقي الله يا ابن الجزمه، مش حرام عليك اللي عملته في المصريين دوت. ايوه ايوه، فضميره أنبه، قال لا، أرجع أفسخ المصريين آخر فسختين واتكل على الله. ربك كريم، قول يا رب.